بنحرص على ان هو يتكرر كل شهر على الاقل، نتكلم على كل الامور اللي تهم مصر وتهمنا كلنا، ويبقى ده لقاء معاكم كلكم بشكل مباشر من غير وسيط. ابدا كلامي بتوجيه التعازي، بعزي كل المصريين في ابنائنا من رجال القوات المسلحه والشرطه المدنيه، وابنائنا اللي سقطوا في احداث استاد الدفاع الجوي، وتوجيه التعازي على شهدائنا اللي سقطوا في ليبيا. شهدائنا دول أبرياء وذبحوا أثناء عملهم، راحوا ببساطة خالص يشتغلوا عشان يجيبوا لقمة عيش لأسرهم. كان عمل كبير قوي شنيع ضد مصر وضد أبنائها. ما كنتش أقدر أقدم التعزية أبدا إلا لو قواتكم المسلحة قامت بالثأر وبمنتهى الحسم والقوة. كان ممكن تاني يوم الصبح أروح الكاتدرائية وأقدم العزاء. إزاي؟ قواتكم المسلحة قامت بما ينبغي أن تقوم به ردا. أنا بقول ردا، نحن لا نعتدي، لا نهاجم، لا نغزو، إنما احنا بنحمي بلدنا وبنحمي شعبنا. وأنا قلت أثناء زيارتي للمنطقة الغربية، رد فعل قواتكم المسلحة وتوجيه ضربة ردا على هذا العمل كان محل تقدير كل المصريين والأشقاء العرب وكتير من دول العالم. شافت إن ده رد فعل كان لازم، وبالسرعة ديت وبالقوة ديت. أنا بأكد إن إحنا جيش لا يعتدي على أحد ولا يغزو أراضي أحد، وإن إحنا كنا دايما خلال السنين اللي فاتت وحتى الآن كنا بنحافظ على حدودنا من داخل حدودنا، يعني بندافع عن أرضنا من داخل أرضنا. ما حصلش أبدا إن إحنا اعتدينا أو غزينا. بأكد الكلام ده وبكرره تاني دلوقتي وأنا بتحدث إليكم، لأن ده قيم موجودة لمصر وللمصريين ولقواتكم المسلحة. تم توجيه ضربة ل 13 هدف. دي أهداف تم دراستها بدقة واستطلاعها بدقة وجمع البيانات والمعلومات عنها وعن اللي جواها بدقة وأماكنها بدقة. بقول كده ليه؟ عشان محدش يفتكر إن إحنا بنقوم نوجه ونعمل أعمال عدائية ضد مدنيين. هقول لكم أمر أول مرة أتكلم فيه في العلن، يعني في رمضان كانت عناصر إرهابية بتفطر بعدد ضخم، لكن تم إيقاف الضربة عشان كان في أطفال ونساء موجودين ضمنهم. أنا بقول الكلام دوت عشان الناس تبقى عارفة إحنا بنتعامل مع الأمور دي إزاي، وصبرنا وحلمنا والقيم اللي إحنا بنعتنقها وبننفذها إزاي. اتصل بي الأشقاء العرب كلهم، جلالة الملك عبد الله ملك الأردن قدم التعزية، شعب وحكومة وقيادة، وأكتر من كده قال قول لي أبعت قوات إيه عشان نجابه الخطر ده. طبعا رد فعل رائع ومقدر، وأنا شكرته الحقيقة. قلت له يعني أنا بشكرك وبشكره دلوقتي من خلال هذا اللقاء. وعايز أقول لكم برضو إن أشقائنا في السعودية وفي الإمارات وفي الكويت والبحرين كلهم كان موقفهم نفس الموقف ده. والشيخ محمد وهو بيتكلم معايا كان بيقول لي إيه القوات اللي أنا أبعتها
عشان احنا مع بعض، وده صحيح. الحاجة لقوة عربية موحدة كل يوم بيتضح انها اصبحت اكثر الحاحا، ضرورة ملحة، لان التحديات اللي بتقابل المنطقة ودولنا تحديات ضخمة جدا، هنستطيع ان احنا نتغلب عليها لما نكون مع بعض. انا بوجه التحية لقواتكم المسلحة على الجهد اللي بتعمله، مش بس في المنطقة الغربية. احنا لما رحنا المنطقة الغربية كان فرصة للمصريين يعرفوا ان قواتهم المسلحة بتعمل ايه هناك. الكلام ده ما اتعملش في اليومين اللي فاتوا. قواتكم المسلحة موجودة في الاتجاه الغربي وديكم شفتم، والاتجاه الشرقي في اتجاه سيناء وديكم شفتم، وكمان مع حدودنا الجنوبية. قواتكم المسلحة لا تعتدي، قواتكم المسلحة لا تغزو أحد، إنما تحمي شعب مصر ومصر، وإذا تطلب الأمر المنطقة مع أشقائنا العرب. أنا كنت قلت مرة قبل كده إن أي تقصير هيبقى فيه محاسبة للمسؤول اللي هيتسبب في هذه المشكلة أو اللي هيتورط في هذه المشكلة. أنا قلت الكلام ده في أحداث مقتل شيماء الصباغ، وقلته كمان أو بقوله كمان في أحداث الدفاع الجوي. مفيش مسؤول هيبقى يثبت تقصيره إلا ما هيتم محاسبته. مهم قوي تعرفوا إن الموضوعين، موضوع شيماء الصباغ وموضوع أحداث الدفاع الجوي، أمام النيابة العامة. من كام يوم كنت أتحدث مع السيد النائب العام، كنت بعزيه في وفاة شقيقته، فبقول له في التليفون يعني أنا لا أتدخل في شؤون القضاء. أنا هقول النقطة أو هقول الكلمة اللي قالها السيد النائب العام عشان تبقوا انتوا كلكم مطمنين معايا على إن إحنا عندنا قضاء في مصر شامخ ونيابة عامة شامخة ولا يتدخل في أعمالها أي مسؤول. قال لي ببساطة خالص: يا فندم، محدش هيكون معانا واحنا بنتحاسب. انا هتحاسب لوحدي وانت مش هتكون جنبي وانا بتحاسب. وده صحيح. احنا مش عايزين ان الموضوعات ديت رغم اهميتها الكبيرة تخلينا نتشكك في بعض او نفقد الثقة في بعضنا البعض. اصل مفيش مصلحة ابدا في ان احنا نهمل او نتجاوز في حقوق الناس. ده مش هيحصل. وزي ما بقول تاني وبأكده، مجرد ما تحقيقات النيابة العامة تنهي أعمالها هيتم اتخاذ الإجراء اللازم في حين. أنا هتكلم معاكم عن الفترة اللي أنا منذ تولي المسؤولية وحتى الآن، ودي تقريبا فترة بتغطي تقريبا حوالي 7 شهور. في ال7 شهور دول أنا توليت المسؤولية أو أنتوا كلفتوني لتولي مسؤولية في ظروف بالغة الدقة والحرج على مصر. كان تقريبا في تجميد لعضوية مصر في الاتحاد الإفريقي، كان في عدم اعتراف بالتغير والتطور اللي حدث في مصر من جانب كتير من الدول، عدم تفاهم كتير من الدول للأوضاع اللي بتدور في مصر والمنطقة يمكن كمان، ثم الموقف الاقتصادي، ثم الموقف الأمني. نقاط كتير جدا جدا كانت بدأنا بيها منذ 7 شهور. طب الواقع دلوقتي فيه ايه؟ على الصعيد الأفريقي على سبيل المثال،
اتحركت مصر ونجحت في استعادة عضويتها في الاتحاد الأفريقي أو رفع التجميد اللي كان موجود. علاقتنا احنا اتحركنا، رحنا زرنا الجزائر، ورحنا غينيا الاستوائية، ورحنا السودان، ورحنا اثيوبيا. في تطور ايجابي وتفاهم اكتر في العلاقات بيننا وبين اثيوبيا، واحنا متحركين وحتى الان بشكل ايجابي. مصر استعادت وبتستعيد مكانتها على الصعيد الافريقي. احنا بنبدا حقبه جديده جدا في العلاقات مع اشقائنا في افريقيا. في اجماع افريقي بالكامل من كافه الدول الافريقيه على دعم ترشيح مصر لعضويه مجلس الامن الغير دائمه. على الصعيد الاوروبي احنا طبعا استقبلنا رؤساء دول اوروبيه من ايطاليا، من قبرص، من اليونان، وكمان التقينا زرنا ايطاليا وزرنا فرنسا وزرنا سويسرا خلال الشهور او الايام القليله الماضيه في دافوس. وعايز اقول ان في مزيد من التفاهم ومزيد من الانفتاح ومزيد من دعم العلاقات مع مصر، لان احنا بصراحه كنا بندي فرصه خلال الشهور اللي فاتت للدول انها تتفهم ما يدور في المنطقه وما يدور في مصر. والحقيقه ده جاب نتيجه كويسه، لان احنا يعني اتعاملنا مع الموضوع بصبر، بنوع من ان احنا ندي للاخرين فرصه ان هم يعرفوا من خلال شرحنا ومن خلال جهدنا اللي احنا بنبذله على هذا الصعيد. كمان انجاز صفقه الاسلحه او صفقه المعدات العسكريه مع فرنسا. الوقت اللي تم فيه انجاز هذه المهمه او التفاوض بشانها، وكمان التسهيلات اللي قدمت لمصر من جانب فرنسا. وهنا بقى بصراحه لابد من توجيه الشكر والتقدير للرئيس الفرنسي على كل ما بذله من جهود هو وحكومته عشان انجاز هذه الصفقه بالشروط اللي احنا تحصلنا عليها بيها. والتقينا او استقبلنا كمان الرئيس الروسي في الايام القليله الماضيه في مصر، وكانت مباحثات ايجابيه تناولت موضوعات كتيره جدا. لكن في موضوع يمكن تكون المصريين عايزين يسمعوا مني فيه، اللي هو خاص بمحطه الطاقه النوويه في الضبعه. مهم قوي ان احنا نبقى عارفين ان احنا بنبذل جهد كبير جدا في الحصول على الطاقه باختلاف الوسائل اللي ممكن تقدم بها هذه الطاقه. يعني الطاقه المتجدده، الطاقه النوويه، الطاقه التقليديه، كل ده احنا بنتحرك فيه لان مصر محتاجه كميات كبيره جدا من الطاقه دلوقتي ومستقبلا. اذا كنا بنتكلم على تنميه وبنتكلم على استثمارات ضخمه في بلدنا، لازم يكون في حجم من الطاقه يقابل ده. مش معقول مستثمر هيجي يعمل مصانع ويعمل نشاط في مصر ويكون عندنا مشكله طاقه. طيب يمكن في سؤال، هل الطاقه النوويه ضروره؟ الطاقه النوويه او تعدد مصادر الطاقه او تنوع مصادر الطاقه ضروره. يعني ما نقدرش نقول ان احنا هنعمل محطات طاقه تقليديه من الفحم فقط او من الغاز فقط. لا، احنا محتاجين يبقى عندنا تنوع في مصادر الطاقه بتاعتنا، بغض النظر عن التكلفه الماليه اللي بتنتج عنها. يعني الطاقه النوويه بتتكلف في الاول كتير، لكن هي تعتبر ارخص مصدر للطاقه على المدى البعيد. عايز اطمن اللي بيسمعوا او الناس اللي ممكن تفكر بشكل مختلف في الطاقه النوويه. مصر دوله ناضجه جدا ولا تغامر وما عندهاش اجنده خفيه تعملها. انا بقول الكلام ده عشان يبقى الكلام ده حاسم. احنا بنتكلم على طاقه نوويه سلميه، احنا عاملين يعني اتفاقات او موقعين اتفاقيه مع فيما يخص عدم الانتشار النووي، واحنا ملتزمين بيها. لكن من حقنا في اطار هذه الاتفاقيه دي احنا نحصل على طاقه نوويه سلميه. تم زياره الولايات المتحده الامريكيه عند القاء الكلمه في نيويورك، والتقيت بالرئيس اوباما خلال هذه المناسبه،
وكانت محادثات إيجابية جدا بشأن العلاقات بين مصر وبين الولايات المتحدة الأمريكية. وأنا بقول إن هي دائما هي علاقة استراتيجية مستمرة. وأنا عايز أكد على نقطة هنا، إحنا مصر بتدير علاقات توافقية مع كل دول العالم، مع الولايات المتحدة ومع الأوروبيين ومع الصين ومع روسيا، مع كل دول العالم. مصر في حاجة إن هي تنفتح على كل دول العالم وتتعاون مع كل دول العالم من أجل مستقبل ومصلحة مصر. طبعا زيارة للصين بعد كده، وإحنا إن شاء الله خلال الشهور القليلة القادمة أو في إبريل القادم تحديدا هيكون بنستقبل الرئيس الصيني استكمالا للعلاقات اللي احنا بنيناها خلال زيارتنا الماضية. مهم قوي ان انا اكلمكم على التهديدات اللي موجوده على الاتجاهات الاستراتيجيه المختلفه، واقصد بالاتجاهات الاستراتيجيه يعني اتجاهنا الشرقي، اتجاهنا الغربي، اتجاهنا الجنوبي. الشرقي في حدودنا مع اسرائيل وقطاع غزه، الغربي مع ليبيا، الجنوبي طبعا مع السودان. وبنقول ان طبعا انتم متابعين كويس الاجراءات اللي بيقوم بها الجيش المصري والشرطه المدنيه لتحقيق الامن والاستقرار ومكافحه الارهاب في سيناء. وانا قلت قبل كده في الواقعتين اللي فاتوا ان في جهد كبير جدا بيقوم به الجيش والشرطه لاستعاده السيطره الكامله على سيناء، لان سيناء لن تعمر التعمير الكامل اللي احنا بننشده الا من خلال وجود امن حقيقي واستقرار حقيقي. والجهود المبذوله بتحقق نجاح كبير. لن تنتهي جهودنا إلا بإنهاء بؤر الإرهاب اللي موجودة في سيناء بالكامل. احنا بنكافح، مش احنا بس، احنا والشعب المصري. لأن زي ما قلت مرة قبل كده إن أبناء الجيش هم أبناء الشعب، وأبناء الشرطة هم أبناء الشعب، وحتى المدنيين اللي بيسقطوا أحيانا في عمليات إرهابية هم المصريين. عشان كده أنا قلت في بداية كلمتي شعب مصر الصامت. أنا ذكرت التحديات اللي بدأنا بيها من 7 شهور، وكان في رؤية واضحة ومحددة وإصرار على تنفيذ هذه الرؤية. الرؤية دي إيه؟ أنا قلتها مرة قبل كده وهأكدها معاكم تاني، هي الحفاظ على مصر، الدولة المصرية، مع معالجة كل المسائل اللي احنا اتكلمنا فيها اللي هي خاصة بالعلاقات الخارجية والاقتصاد والإرهاب وكل هذا الموضوع. لكن الأصل اللي احنا بنشتغل عليه وبنتحرك بيه هو الحفاظ على مصر. في إرهاب موجود صحيح، لكن الدولة قائمة وفي تقدم وفي تحسن في كافة الملفات اللي احنا بنتكلم فيها. انتبهوا لحاجة مهمة قوي، ما نجحتش مصر في 30/6 إلا بوحدة المصريين. واللي بيتعمل دلوقتي بصراحة الهدف تمزيق مصر، المنطقة دي بالكامل. أنا كنت عارف إن الانتخابات البرلمانية هيبقى يصاحبها دايما التنافس، وده أمر جيد. وأنا لما التقيت بالقوى السياسية كنت قصدت بيهم إن أنا أقول لهم عايزين وإحنا بنتنافس نبقى دايما شايفين مصر وحريصين عليها لغاية لما بس نطمن إن الخطر تراجع وإن الدولة عادت بقوة. وده مرحلة، البرلمان القادم مرحلة. وعشان كده يمكن قلت لهم فكروا في إن أنتم تعملوا قايمة واحدة تتفقوا فيها مع بعض، عشان مش عايزكم تختلفوا أبدا. تنافسوا صحيح لكن لا نختلف أبدا. وأنا قلت وإحنا قاعدين وأكد عليها، مش عايزين البرلمان ده والتنافس على الانتخابات القادمة تخلينا أبدا ننسى الهدف الرئيسي. الهدف الرئيسي هو وحدة المصريين كلهم. محدش أبدا
يعني يقول لا انا مش هشارك. يعني مش مطلوب ان احنا غير ان احنا نتحرك عشان نخلص الاستحقاق الاخير في بناء مؤسسات الدوله وهو البرلمان القادم. بس دلوقتي زي ما قلت كده ان الرؤيه هو الحفاظ على بلدنا، الهدف الكبير ان مصر، ومش بس مصر والمنطقه كمان. أنا بفكر كل اللي بيسمعني، الجيل الرابع من الحروب ده جيل في منتهى الخطورة، بيتم استخدامه في المنطقة بالكامل وفي مصر. الجيل ده بيستخدم فيه الإرهاب كوسيلة، بتستخدم فيه وسائل الاتصال الحديثة، بتستخدم فيه الشائعات، الحرب النفسية، منظومة متكاملة بتشتغل عشان تجيب نتيجة هائلة. ما تقولش اللي بيتقال ده اتقال ولا ما اتقالش. اللي بيتقال ده بيتقال ليه؟ هدفه ايه؟ انا التقيت بكل اطياف المجتمع المصري، وعايز اقول لكم ان انا اتكلمت تقريبا كلام مسجل صوت وصورة ما يقرب من 1000 ساعة. بيكلموا في السياسة كنت برد، في الاقتصاد، في الاجتماع، في الأمن، في الدين، في العلاقات، كله كنا بنتكلم في كل حاجة. أنا عايز أقول إن مفيش في ال1000 ساعة دول تجاوز واحد أو إساءة واحدة خرجت من لساني، مش بس ضد أي حد، لا الدولة ولا الفصائل ولا الجماعات ولا لكيانات ولا أي حاجة. إذا كان في حرب معلومات بتستخدم، إذا كان في الجيل الرابع بيستخدم، أنا ممكن أخد كلام وأعمل بيه زي ما أنا عايز. علم وفن وتكنولوجيا تستخدم عشان تحقق اللي بقول إيه هو الهدف منه. طب أنا إذا كنت أنا لا أتجاوز، أسمح إن حد يتجاوز قدامي؟ طب ليه؟ أنا مش هوضح أكتر من كده، لكن أشقائنا في الخليج لازم يكونوا عارفين كويس إن إحنا بننظر لهم بكل تقدير وبكل احترام وبكل حب. مهم قوي وإحنا بنتكلم على علاقتنا بأشقائنا في الخليج إن إحنا نأكد على إن كل المحاولات اللي بتتعمل دلوقتي لإثارة الخلاف أو الشقاق بيننا وبين أشقائنا لازم نكون منتبهين ليها كويس قوي. بصراحة مصر خلال الشهور اللي فاتت وتحديدا من 30/6 وحتى الآن، حجم الدعم اللي أشقائنا في السعودية والإمارات والكويت كان هو أحد الأسباب الرئيسية اللي احنا مصر استطاعت ان هي تقف وتصمد امام كل التحديات اللي جابهتها. يعني بلا مبالغة لولا هذا الدعم من جانب أشقائنا، وهقولهم مرة تانية تقديرا لدورهم، السعودية، الإمارات، الكويت، هذا الدعم هو السبب الرئيسي في استمرار صمود مصر امام كل التحديات والصعوبات اللي واجهتها. مهم قوي ان انتوا تعرفوا ان احنا لا يمكن ابدا نسيء ليكم ابدا، لان احنا حتى اللي اساءوا لينا لم نسيء لهم، فما بال اللي دايما كانوا واقفين جنبينا. احنا معكم في مواجهة كل التحديات اللي بتقابلكم، واحنا قادرين معا برضه بفضل الله سبحانه وتعالى على ان احنا نتغلب على كل هذه التحديات. ولن يستطيع احد النفاذ فيما بيننا
مهما كان قوته ومهما كان تخطيطه ومهما كان مكره اللي بيمكر بيه. الكلام ده أنا بوجه بيه الشكر والتقدير جلالة الملك سلمان، لأن باتصالي معاه وكذلك مع أشقائنا في الإمارات والكويت وحتى البحرين وجدت تفهم للي بيحاك للعلاقات بين مصر وأشقائها في الخليج. ربنا يحفظ بلادكم وخلي كمان بالكم من بلادكم. أنا اتكلمت على الملف الخارجي وقلت إن هو خد جهد تقريبا حوالي 15%. الملفات الداخلية يعني خدت وقت تقريبا حوالي 75% من إجمالي الوقت اللي تم أو الوقت المخصص للدولة. هتكلم على المجالس التخصصية اللي تم تشكيلها. تم تشكيل مجالس تخصصية على مستوى رئاسة الجمهورية بنسبة من 50 ل 60% شباب ومرأة من الكفاءات اللي تم اختيارها في المجالس المختلفة، بهدف تقديم المشورة والدراسات اللي بتقوم بتنفيذها في مجالات كتير للمجتمع وللتعليم والخطاب الديني وكافة الملفات اللي هي بتهم الدولة في المرحلة ديت. في إطار العدالة الاجتماعية، إن المناطق الأكثر احتياجا وتطويرها، إحنا بنتكلم إن مليار جنيه لتطوير منطقة الدويقة. تحيا مصر هتساهم ب 500 مليون والدولة تساهم ب 500 مليون، ويبقى أول منطقة أكثر احتياجا تم تطويرها بشكل كامل تبقى منطقة الدويقة. ولسه هنعمل مزيد من العمل في إطار تطوير المناطق الأقل أو الأكثر احتياجا. يعني تم إطلاق المجموعة الأولى من الغارمات عشان نقول إن مصر بلا غارمات. كان أثناء لقائي مع الشباب الإعلاميين تحدثوا عن إن في مجموعة من الشباب محبوسين وهم بينقلوا وجهة النظر ديت، وأنا قلت لهم أنا ما بنكرش إن ممكن يكون في شباب أبرياء، أنا ما بنكرش ده نتيجة الحالة اللي احنا موجودين فيها. قلت لهم أنا مع وزارة الداخلية ومع اتحركوا ولفوا أو تفقدوا كافة السجون اللي موجودة وشوفوا، والقائمة اللي هتجيبوها احنا هنعمل على إطلاق صراحة، وده أمر في إطار الصلاحيات المتاحة. خلال أيام قليلة قادمة هيكون الدفعة الأولى من شبابنا اللي موجودين في محتجزين هيتم الإفراج عنه. برضو ما ننساش في العدالة الاجتماعية الحقيقة ان احنا في اتجاهين. الاتجاه الاولاني ان احنا نوفر منافذ للشباب، اللي بنتكلم على عربيات مجهزة ثلاجات يشتغل بالعربية دي من 2 ل 3 شاب يتحركوا للمناطق المختلفة وتبقى متقننة الأماكن اللي هم هيقعدوا فيها، ياخدوا السلع دي بأسعار مناسبة للناس في المناطق اللي هي الأكثر احتياجا. ده خلال الأسابيع القليلة القادمة هنكون العربيات وصلت وجهزت ويتم توزيعها على الشباب والمنافذ اللي هم هياخدوا منها الحاجة. يعني المنظومة كلها بالكامل تكون ترتبط بشكل كويس. فيما يخص الفلاحين، وده أمر في منتهى الأهمية إن احنا نتكلم فيه. احنا اتخفضت غرامات خاصة بزراعة القطن والرز، وتم إسقاط وتأجيل ديون صغار الفلاحين، وبنعمل على تطوير البنك الزراعي عشان يقوم بدور أكبر من الدور اللي كتير من الناس حاسة إنه محتاج يتطور ويتحسن عن الوضع اللي احنا فيه. بنحل المشاكل اللي موجودة خاصة
يعني زراعة القطن، القمح، الرز، السماد. مش هقول ان احنا ننهيها كلها، لكن على الاقل نقلل منها. واحنا التقيت بالفلاحين وسمعت منهم، وبنتحرك طبقا لكتير من الموضوعات اللي هم اثروها. برضو في اطار العدالة الاجتماعية بنتكلم على في 1.6 مليار جنيه متخصصة لصالح تطوير القرى الأكثر احتياجا. كمان تم تخصيص 100 مليون جنيه أطفالنا اللي موجودين في الشارع. أنا ما بقولش التعبير دوت لأن بيؤلمنا جدا إن احنا نتكلم عن لحمنا، ما كناش نقدر نسيبهم ومش هنقدر نسيبهم ونغفل أو نبص كده بعيد عنهم ونسيبهم. فتخصص 100 مليون جنيه ده مبلغ أولي، لكن لسه في هيتم تخصيص مبالغ أخرى لمعالجة هذه الظاهرة. كنا قلنا قبل كده إن احنا هنعمل 4 مدن لذوي القدرات أو لذوي الاحتياجات الخاصة. المجالس المتخصصة ولما اشتغلت في اللي هي المجلس تطوير المجتمع تحديدا، لما اشتغل على الموضوع ده وجدنا إن الدول المتقدمة لما جت عالجت المسألة ديت ما حطتش ذوي الاحتياجات الخاصة أو ذوي القدرات الخاصة وعزلتهم، لا، ده هي خلتهم جزء من المجتمع. وده اللي بيتم دراسته دلوقتي عشان يبقى احنا واحنا بنعمل معالجة لهذه هذه المشكلة يبقى بنعالجها على أحدث النظم وأحدث الأساليب اللي بيتم التعامل بيها في العالم. هتكلم على المؤتمر الاقتصادي والإعداد ليه. كنت قلت قبل كده 3 نقاط مهمين جدا احنا شغالين فيهم بالفعل. الأول هو قانون الاستثمار الموحد، هو حاليا موجود في مجلس الوزراء. مجرد انتهائه هيتم يعني رفعه وهنصدق عليه، ويبقى كده أول خطوة مهمة جدا تم الانتهاء منها. ثم طبعا حل مشاكل المستثمرين، وده أمر من أول ما بدأنا وإحنا شغالين فيه وحلينا جزء كبير منه وهنكمل فيه. ثم كمان اللي هو الإجراءات اللي هي الشباك الواحد، أو الإجراءات حصول المستثمر على التصديق اللازم في أسرع وقت وبأقل جهد وبعيد عن البيروقراطية أو الفساد. بدل ما بتكلم على المؤتمر الاقتصادي لازم تكونوا عارفين إن اللي بيحصل برضه في مصر واللي تزايد خلال ال3-4 أسابيع اللي فاتوا، الهدف منه ان المناخ الايجابي اللي تحقق خلال الشهور اللي فاتت يتم تشويهه، بحيث ان احنا نخش على المؤتمر الاقتصادي بشكل غير جيد. هقول في المؤتمر الاقتصادي نقطتين. الحكومة شغالة بمجموعة او بحزمة مشروعات، وهيئة قناة السويس كمان شغالة بحزمة مشروعات. يعني احنا هنخش، وده يمكن أول مرة أقول الكلمة ديت، كلفت الهيئة بأنها تجهز مشروعات خاصة بيها، هي قناة السويس، تقدمها ضمن في المؤتمر الاقتصادي ضمن مشروعات الدولة المصرية. خلال الفترة اللي فاتت أنا كنت حريص على أن يبقى في تواصل مع القطاعات المختلفة للدولة المصرية، الإعلاميين، المثقفين، المفكرين، الباحثين، واحنا مستمرين في ده. خلال يعني تواصلنا هيزيد، واحنا في مكتب اعلامي بيتشكل دلوقتي في رئاسة الجمهورية بهدف تطوير التواصل بين الرئاسة وبين الدولة على في كافة المجالات بتاعتها. حركة المحافظين كانت خدت وقت، خلال قعدت اكتر من 4 شهور نجهز لها، وهي خرجت بالشكل اللي انتم شفتوا ده. الهدف منه كان ان احنا ننتقي عناصر وفئات جديدة مؤهلة
قادرة على ان هي تقوم بالمهمة ديت. وبصراحة احنا محتاجين نوفر لها الوقت والمناخ ان هي تنجح فيه، او نختبر قدرتها على تنفيذ المهام المطلوبة منها في محافظتها مع الوضع في الاعتبار. لما بنقول ان المشاكل اللي موجودة عندنا كتير، وبنقول التحديات اللي بتجابهنا كتير، وبنقول ان قدرات الدولة كمان مش كتير، دي بتبقى تحدي للمسؤول. مهم قوي ان احنا نبقى عارفين ده، ان المسؤولين اللي بيشتغلوا في الوزارات وفي المحافظات بتشتغل في ظل ظروف صعبة وامكانيات متواضعة، وده محتاج مننا ان احنا نحط في الاعتبار واحنا بنحكم على الجهد وبنحكم على النتائج. ده مش معناه ان ده هيبقى تقصير، ده معناه ان المسؤول لازم يبذل جهد اكتر ويبقى عنده افكار اكتر عشان يجابه وينجح ويحقق في وظيفته او في مهمته النجاح المطلوب. مهم قوي نبقى عارفين ان معايير اختيارنا لحركة المحافظين الأخيرة دي كانت الكفاءة والخبرة والشباب. طبعا ما زال في قصور وسلبيات، ويمكن أبرزهم الملف الخاص بالشباب. كنت طالبت القوى السياسية باحتواء واحتضان الشباب ضمن الكيانات السياسية المختلفة. هيتم قريبا إطلاق مشروع قومي لتأهيل الشباب والشابات وتمكينهم من المشاركة السياسية والمجتمعية. المشروع ده بتتبنى الرئاسة وهي اللي هتقوم بيه، واحنا بنتكلم ان الدورة الواحدة اللي هيتم تأهيل وتدريب الشباب عليها هتبقى من 500 ل1000 شاب وشابة في المرحلة او في الدورة التدريبية الواحدة. بالإضافة لكده الدولة بتتبنى مشروعات صغيرة ومتناهية الصغر. بنتكلم على سيارات مجهزة لبيع سلع غذائية، بنتكلم على سيارات تاكسي، بنتكلم على سيارات نص نقل. مشاريع كتير في هذا الإطار اللي هو تساهم في تخفيف وتقليل حجم البطالة للشباب محدودي الدخل. في نهاية حديثي بأكد إن كل التحديات اللي احنا اتكلمنا عنها وكل المصاعب اللي بيتم وضعها في طريق مصر لن يستطيع أحد بفضل الله سبحانه وتعالى وبإرادة المصريين، إرادة المصريين اللي غيرت في 25 يناير وفي 30/6 غير قابلة أبداً إن حد يستطيع أن يقهر هذه الإرادة. هننجح وهنتقدم وهنتغلب على كل الصعاب والتحديات اللي احنا ذكرناها ديت. أنا ما عنديش شك أبدا في نصر ربنا لينا، لأن احنا المصريين بنسعى للسلام وبنسعى للأمن والاستقرار والبناء والتعمير والخير، مش لحاجة تانية. بطلب منكم وبطلب من كل اللي بيسمعني يدعو لمصر، يدعو لمصر ويدعو لمصر وللمنطقة العربية بالكامل إنها تنجو من الفتن والشرور المحيطة بها، وإن شاء الله سننجو وستتقدم مصر والمنطقة العربية. تحيا مصر، تحيا مصر، تحيا مصر. شكرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.